بسم الله الرحمن الرحيم. انا هتكلم كلمتين اتنين في فيديو صغير. احنا كشعب مصر هنفضل متخلفين لحد امتى؟ اما تلاقي واحد جاي على السوشيال ميديا ناشر لي كلمتين بيقولهم الريس واحنا جعانين وجايب طياره بمعرفش بكام مليار ولا بمليار. اما انت كنت عايزه يسافر على اما رئيس دولتك، حدث ولا حرج. اقسم بالله العلي العظيم ماشي بخطوات جريئه. جميع قطع عسكريه بيجيب لها التكنولوجيا يصنعها هنا. هو كان حسن عملها ولا احنا هنفضل مضحوك على عقلنا وما بنفهمش؟ في كلمتين اتنين هنقولهم للشعب المتخلف. مش الشعب المتخلف كله، فيه يعني الاحترام والتقدير. فيه ناس بتفهم جدا، فيه ناس بتفهم، وفيه ناس مقدرة للموقف الموقف اللي البلد فيه. شعول حرب في المنطقة كلها ومصر اللي واقفة على رجليها. ده يزيدك شرف، يزيدك شرف. شوف السودان، شوف ليبيا، شوف سوريا، شوف فلسطين بيتعمل فيها ايه، شوف لبنان، شوف ايران. اقسم بالله العلي العظيم السيسي ده بطل وذكر. انا بقسم بالله والفيديو ده اهو، يا ريت الناس تشيره. اقسم بالله الراجل ده بطل وذكر. انا عايز يا ريس يبقى عندي 3 4 حملات طائرات مقاتله، وعايز يبقى عندي قنبله نوويه. عايز البلد دي هي داخله على بلد عظمى، عظمى بجد، وصناعتنا بايدينا. مش السلاح العسكري بس، والسيارات والطيارات المدنيه، وعايز كل حاجه. انا كفايه عندي، انا بمشي في البلد اقسم بالله فخور بمصر. انا بقسم بالله وانا قاعد والنهارده 3 رجب ولا 4 رجب، انا فخور بمصر. وبعدين اللي بيقول لك جايب طياره ما اعرفش ايه وعامل لنفسه اصل، لا هبقى قعده عشه في الغيط. ولا اقول لك اجيب له عربيه من اللي هي زي بتاع عبد الحليم حافظ زمان. ايه يا جدعان في ايه؟ لازم يركب ولازم يتفخر بيه ويلبس نظيف ويبقى راجل كده، هو قدوة العرب كلها والشرق الأوسط. تحيا مصر، وسير يا ريس واحنا في ظهرك، انت ماشي صح.